السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة البطاطا المشوية جمال الدفا الشتاء. زمان مين فينا بقى ما بيحبش ريحتها وهي بقى بتتحمص على الفحم او في الفرن. النهاردة هنعملها بشكل جديد ومميز. مش بس كده مشوية، ده كمان هنعملها بالطوف الغني اللي بياخدنا كده لعالم تاني، وبالقشطة والمكسرات والعسل اللي بيكملوها حكاية. تعالوا بقى نشوف كده معانا ازاي نخلي البطاطا كده حاجة كده فوق الخيال. بجد تحفة يا جماعة. شايفين البطاطا والصوص الطوفي نازل عليها؟ والله بتاخدك لعالم تاني، ده غير طعمها بجد الولاد انبهروا بيها. يلا بقى اعملوها في ايام الشتاء دي كده وادعوا لي بقى على الطرق. اعمل لكم 4 انواع منها من الطرق بتاعتها. تعالوا بقى نخش على الفيديو. اول حاجه هنصلي على النبي، يا ريت نعمل لايك عشان يرفع معانا الفيديو. اول حاجه جبت كيلو بطاطا كده ورحت غسلاه غسله حلوه ومنضفاه يا جماعه. اهم حاجه ان انا بجيب البطاطا بتاعتي بغسلها غسله نظيفه. تمام. بعد كده بجيب بقى الطاسه بتاعتي على نار هاديه. انا بقول لك اهي هدي النار عليها، وحطيت لها كوبايه سكر كده ناعمه. السكر الابيض ناعم الحبيبات. كوبايه السكر دي في حدود ال 200 جرام اللي ماشيين بالميزان. وعلى نار هاديه خليت ما قلبتش، يا دوبك اول ما حسيت ان هو ابتدى ياخد اللون ولون اصفر كده ابتديت اقلب فيه كده زي ما انتم شايفينه بالمعلقه الخشب. ليه المعلقه الخشب؟ ما بتخليهوش يسكر. تمام. هنبتدي نقلب كده او سيليكون. هنبتدي نقلب كده بالراحه كله على نار هاديه خالص عشان ما يتلسعش معانا ولا يسكر معانا. تمام. شايفين كده الكراميل بتاعي ساح ازاي وجميل ازاي اهو، زي الفل ساح. كل ده على نار هاديه، اوعي تعلي النار. ولو عندك المعلقه ديت تمام، عندك معلقه سيليكون تمام. المهم بعد كده هنحط له بقى معلقه كبيره من الزبده. شايفه بقول لك كده الخليط بتاعي كده سائل ازاي، الكراميل بتاعي جميل ازاي، والصوص بتاعي جميل ازاي. اهم حاجه تهدي النار. بعد كده حطينا معلقه كبيره من الزبده في حدود الماشيين بالميزان 50 جرام من الزبده، معلقه كبيره. وبعد كده هنحط رشه ملح عشان توازن معانا طعم صوص الكراميل. رشه ملح بسيطه ما نكترش، حاجه لا تذكر. بعد كده حطينا كيس فانيليا عشان تديها طعم، كيس واحد، ما نكترش الفانيليا عشان مش تدينا مراره. تمام. بعد كده قلبنا تقلبتين كده هوت مع بعض كده هوت، الزبده تسيح كده وتاخد وتدي كده مع بعضيها كده مع صوص الكراميل. بعد ما كده قلبنا تقلبتين بالظبط وكل ده على نار هاديه. ابتدينا نحط بقى ربع كوبايه ميه في حدود اللي ماشيين بالميزان 60 جرام من الميه، ميه عاديه من الحنفيه عادي. ابتدينا نقلب تقلبتين بس، وبعد كده هطفي زي ما انتم شايفين. ابتدى كده يفك وفوق اهو وغلي معايا. هنزله بقى. شايفه بقول لك السمك بتاع الصوص بتاع التوفي جميل ازاي، او صوص الكراميل تحفه يا جماعه. هنبتدي ناخده ونجيب الصينيه بتاعتنا كبيره على قد صينيه، على قد البطاطا بتاعتنا، ونبتدي نصب صوص الكراميل بتاعنا، ونبتدي كده نقلبه كده مع بعض كده، نفرده في الصينيه رايح جاي كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده ما فردناه رصنا البطاطا بتاعتنا اللي احنا غسلناها ومنضفينها حلو، ونبتدي نغطيها بورقة ألمونيا، ونغطيها كمان بورقة زبدة، بورقة زبدة الأول وبعد كده ورقة ألمونيا. بعد كده هندخلها الفرن. درجة الحرارة بتاعتنا عالية 200، عالية عادي، الفرن عالي يا جماعة، في الرف الأوسط أكنك بتسوي كيكة، ما تهديش النار. شايفه انا حاططها في الرف الاوسط نص ساعه وطلعتها يستوت. لا، نص ساعه وابتديت اقلب فيها كده من الناحيه التانية، بتبتدي تاخد من صوص الكراميل، ودي حركه كويسه جدا عشان تبتدي تاخد من الكراميل بتاعنا. قلبتها بعد نص ساعه كده زي ما انتم شايفينها وطلعتها. ابتديت ادخلها تاني، دخلتها تاني الفرن اهو. بعد ما استوت كده سبتها كمان نص ساعه، يعني خدت معايا ساعه بالظبط. بعد ما طلعتها من الفرن ضغطت عليها لقيتها استوت وبقت زي الزبده. تمام، يعني هي خدت ساعه معايا سوا. بعد ما استوت معايا ابتديت بقى احط لها بقيه صوص الكراميل كده مع الوش عشان يديها طعم ويخليها جميله جدا يا جماعه. الصوص اللي في الصينيه ده ابتديت ادهنه بيها صوص التوفي. عايزه اقول لكم حكايه. ابتديت بعد كده اقدمها في الطبق، وابتديت بعد كده جبت بقى الصوص بتاعها اللي كان في الصينيه لقيته نشف شويه، حطيته على نار هاديه خالص ويا دوبك تقلبتين وكان فك معايا. ليه؟ عشان هحطه من على وش البطاطا، بيديها تسكيره ويخليها جميله جدا. عايزه اقول لكم ان انا هنا بقدم البطاطا بتاعتي بالقشره بتاعتها. ليه؟ عشان البطاطا هنهوت البطاطا المشويه ده السر من الاسرار بتوعت المحلات، بيقدموا البطاطا المشويه بقشرها يا جماعه عشان تحافظ على طعمها الطبيعي وحلاوتها الطبيعيه. انها برضو بتديها بقى نكهه وبتديها نفس وتخليها جميله جدا، وكمان تكونوا مطمئنين وانتوا بتاكلوها. بعد كده نزلت عليها معلقه من صوص الكراميل اللي احنا عملناه. عايزه اقول لك بياخدك في حته تانية خالص. شايفه المعلقه جميله، وعايزه اقول لك تحفه، اقسم بالله تحفه. صوص الكراميل اللي عليها وهو نازل عليها وهي سخنه كده جميل. بعد كده جبت واحده تانية ابتديت افتحها وحطيت لها صوص توفي، وكمان حطيت لها كمان صوص الكراميل. عايزه اقول لك فظيعه جدا. صوص الكراميل يا جماعه مع التوفي كده بيحسسك كده بطعم كده، بياخدك كده طعم الحلويات بتاعت زمان.
الحلويات بتاع زمان فاكرينها؟ حاجة كده يا جماعة كده دفي وطعم مميز جدا لايام البطاطا، بجد تحفه. اما صوص الشوكولاته فتحنا واحده وحطينا بقى صوص الشوكولاته دوت جميل جدا. ما حطيناش طبعا النوتيلا. النوتيلا يا جماعه بتدي تسكيره للبطاطا، يعني بتبقى زياده سكر. اما الجنش بيوازن ايه الطعم بتاعها. صوص الجنش بيخلي طعمها خفيف وجميل جدا. حتى الولاد نفسهم قالوا لي يا ماما كنا بناكل شوكولاته جاهزه من بره وطعمها كمان بيبقى احلى من بره بكتير. بجد جربوا يا جماعه الوصفات دي. بعد كده جبت بطاطا تانية وفتحتها، حطيت معلقه كبيره من القشطه، ورحت بقى حط عليها العسل الابيض بتاعنا الجميل جدا ده، ورحت فردة القشطه بتاعتي. عايزه اقول لك العسل الابيض ده عسل طبيعي كده، بيحسسك كده بالجو الطبيعي كده، وطعمه بسيط ومنعش وجميل جدا. بيحسسك انك بتاكلي حاجه كده فخمه وبسيطه وفي نفس الوقت جميله. هنقدمها بعد كده زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل دوت. هنجيب بطاطا ونفتحها كده ونبتدي نعملها كده ايه بتجزيعات بالشوكه بتاعتنا، تديها منظر كده ديكور زي ما انتم شايفين، ورشه مكسرات. ويا ريت لو وصلتوا للفيديو ده ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لنا لايك وتعليق حلو. عايزين اي حاجه انا ما بتاخرش عليكم برد. وما تنسوناش بقى ايه في اللايك والشير. انا كده خلصت الفيديو، وقولوا لي كده البطاطا دي انتوا بتعملوها كده ولا لا. انا كده خلصت الفيديو. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.